تشكيل الاهلي في كاس العالم للانديه 2025 بميامي متوقع تحصل عليه تغييرات كتير يا صاحبي، وده لان هيعدي على الفريق مش بس مرحله انتقالات، لا اتنين انتقالات يناير الحاليه وكمان الانتقالات الصيفيه، والفريق زي ما انت عارف فيه نواقص كتير، فطبيعي ان الاداره هتعمل حمله صفقات. غير كده هيبقى فيه هزار، ومتوقع الانتقالات الاكتر تكون حاليا في يناير مش في الصيف، لان باختصار دي الاهم بكتير. لان النهارده لو تعاقدت مع اي لاعب هيدخل معاك في الفريق، هياخد وقته ويشارك ويلعب معاك بطوله دوري ابطال افريقيا ويلعب معاك في الدوري مباريات كتير لحد ما توصل لبطوله كاس العالم للانديه، هتكون عرفت بالظبط مين اللاعب اللي بيفيد الفريق فعلا ومين اللي تجربه ما نجحتش، ويكون عندك سكواد محترم تتقله في الصيف وتدخل بيه كاس العالم للانديه. وما تنساش كمان ان اي لاعب هيتعاقد معاه النهارده هيساعدك جدا انك تحقق بطوله دوري ابطال افريقيا للمره الثالثه على التوالي، في انجاز تاريخي ما سبقش في تاريخ اي نادي افريقي عمله. وعلشان كده متوقع في الانتقالات دي بالتحديد يحصل غربله كبيره للفريق، هي متاخره شويه فعلا لكن ده متوقع يحصل الايام اللي جايه. ونقدر نقول ان رحل دلوقتي اكتر من لاعب بشكل شبه رسمي وتم التعاقد مع لاعب بشكل رسمي. اكيد عرفت في حلقه النهارده هنتكلم عن ايه، تشكيل الاهلي بعد انتقالات يناير وكمان بعد انتقالات الصيف لحد المشاركه في كاس العالم للانديه باذن الله. هنتكلم عن اللعيبه اللي متوقع ان الاهلي يتعاقد معاهم، ولو ضفناهم يا ترى في التشكيل هيكون شكل الفريق عامل ازاي، وهل بالتشكيل في النهايه ده يقدر الاهلي يشرفنا في كاس العالم للانديه كالعاده ولا لا. وهنتكلم زي ما اتعودنا بدايه من مركز حراسه المرمى لحد ما نوصل لراس الحربه مركز. بس قبل ما نبدا الحلقه ونروح للتفاصيل، طبعا ما تنساش تقول لي رايك وتوقعاتك في الكومنتات، وتقول لي كمان مين من وجهه نظرك اللاعب اللي لازم الاهلي يتعاقد معاه، شايفه هيكون اضافه كبيره للفريق، ومين اللاعب اللي انت خلاص ما عدتش طايقه وعايزه يمشي من الفريق باي طريقه حتى لو هتدفع عليه فلوس. هستنى رايك في الكومنتات طبعا ونتناقش مع بعض. كمان ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتفعل الجرس عشان توصلك دايما الحلقات الجديده قبل اي حد، واللايك للفيديو. وتعالى من غير مقدمات كتير نروح للتفاصيل. خلينا زي ما اتعودنا طبعا نبدا من مركز حراسه المرمى. متاح عند الاهلي 4 حراس زي ما انت عارف، محمد الشناوي ومصطفى شوبير، حمزه علاء ومصطفى مخلوف. الحقيقه علشان نتكلم عن مركز حراسه المرمى بشكل سليم وما تفهمنيش غلط قبل اي حاجه ولا تفتكر ان انا بفتري على حد، لازم نرجع بالزمن حبتين 3 لورا، بالتحديد لموسم 2008 لما قرر عصام الحضري فجاه كده ومن غير مقدمات انه يسيب الفريق ويمشي، وده كان وقتها افضل حارس في افريقيا مش عايزه كلام، وكان اكتر حارس مدي للاهلي استمراريه وليه دور في كل بطوله بيحققها الفريق. مشي فجاه في النادي الاهلي لجأ لحراس تانيين، كان اولهم طبعا امير عبد الحميد، وسلسله بعده من الحراس شريف اكرامي واحمد عادل عبد المنعم. ونقدر نقول ان الاهلي على مستوى مركز حراسه المرمى اتاثر بشكل غير عادي. صحيح الاهلي ما تاثرش على مستوى البطولات، الاهلي فضل يحقق بطولات وفضل الاول في افريقيا زي ما هو الاول لحد النهارده، بس التاثير هنا كان على مستوى مركز حراسه المرمى، كان واحد من نقاط ضعف الفريق على مدار سنين كتير. وزي ما قلت لك ان الاهلي ما تاثرش انه يكون الاول، لكن اتاثر وخسر برضه بطولات كتير بسبب حراس المرمى، لان اغلب الحراس اللي قلت لك عليهم واكتر بكتير كان اخرهم يقدموا موسم كويس، بعد كده في منهم اللي كانت الكره تبقى طالعه بره المرمى اساسا يجيبها ويحطها في الجول، وحراس بيعملوا عجب العجاب، حاجات كده ما شفتهاش قبل كده في الكوره، لحد ما في 2018 بدا يمسك رايه محمد الشناوي، وهو الحارس الوحيد من بعد عصام الحضري اللي قدر يدي الفريق استمراريه فعلا، قدر يقدم كذا سنه ورا بعض هو ممتاز، هو الافضل في افريقيا، هو الشريك الرسمي في تحقيق اي بطوله، وبالذات من 2021 ل 23 الاهلي حقق بطوله، حقق المركز الثالث في كاس العالم للانديه، يبقى اكيد محمد الشناوي كان ليه بصمه وبيديك امان. لكن زي ما انت عارف يا صاحبي كويس جدا ان الكلام ده في الفتره الاخيره اتغير كتير، ولان دي سنه الحياه مفيش حاجه بتفضل على حالها، الشناوي ما عادش هو الشناوي ابدا، اخطائه بقت كتير، ما زال بيديك في بعض الماتشات مستوى ممتاز، لكن هو في ماتشات كتير بيعمل اخطاء كارثيه، وغلطه حارس المرمى مش زي اي لعيب، لا الغلطه بجون على طول، فالفريق بيدفع الثمن اول باول. وطبعا المستوى ده خلى عدد كبير من جماهير الاهلي في الفتره الاخيره مش عايزين يكون الحارس الاساسي، لا عايزين مصطفى شوبير، الحارس اللي فعلا لما بدا ياخد فرصه اثبت وجوده واثبت انه ممكن يكون عادي اساسي في تشكيل الاهلي، وكان واحد من اهم اسباب فوز الاهلي بالبطوله الافريقيه الاخيره، وحارس باختصار حسس جماهير الاهلي ان حتى لو محمد الشناوي مش في افضل احواله حراسه المرمى مش هتكون في ورطه، لا في امان، هو يقدر يشيل الرايه من دلوقتي، وناس كتير شايفين ان المستقبل ليه. اما بالنسبه للحارس الثالث حمزه علاء، حارس منتخب مصر الاولمبي، واحد من الحراس اللي متوقع ان يكون ليهم مستقبل كبير، هو عقده خلاص على وشك الانتهاء مع النادي الاهلي، وفي دلوقتي قدامه اكتر من عرض من بيراميدز من الزمالك، لكن على حسب الاخبار بنسبه كبيره هو مكمل مع الفريق وهيجدد عقده في الايام اللي جايه لمده 5 مواسم، لكن عنده شرط انه يخرج على سبيل الاعاره لمده موسم، عايز يثبت نفسه، وغالبا اداره الاهلي هتوافق وفعلا هيخرج على سبيل الاعاره. مركز حراسه المرمى ما هوش واحد من المراكز اللي متوقع ان يتم تدعيمها خلال يناير ولا حتى خلال الانتقالات الصيفيه، الا لو حصلت حاجه غير متوقعه، محمد الشناوي مثلا جاله عرض كويس ومشي، في كلام كتير عن عروض من السعوديه وقطر والامارات، لكن لحد دلوقتي مفيش حاجه بشكل رسمي، علشان كده هنضيف في التشكيل طبعا محمد الشناوي اللي بنسبه كبيره طول ما هو موجود في الفريق كولر هيعتمد عليه. تعال بقى نروح لمركز قلب الدفاع، واحد من المراكز اللي هنقف عندها شويه لان هنا في كلام كتير قوي يتقال. متاح عند كولر 4 لاعبين، اشرف داري، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم ويوسف ايمن، 4 مدافعين 2 منهم اغلب الوقت شبه مصابين، ودايما متاح عند كولر واحد منهم او 2، ويوسف ايمن
دايما زي ما انت عارف خارج الحسابات الفنيه بالنسبه لكولر بنسبه 100%، مش مقتنع بيه، واوقات كتير بيبقى موجود على الدكه والفريق في امس الحاجه اللاعب قلب دفاعه ومش بيلعبه. وعشان اكون صريح معاك، هو في الدقائق اللي لعبها ما قدمش مستوى كويس ابدا، بالعكس. لكن اهم حاجه تلاحظها على لعيبه قلب الدفاع كلهم اللي موجودين عندنا، ما فيهمش ولا لاعب يعرف يخرج كوره نظيفه، كوره تبني عليها لعب فعلا. ما فيش لاعب يعرف يكسر الخطوط. لو في فريق بيعمل عليك ضغط عالي يقدر يرقص لعيب مثلا ويعدي، طب لو هيعمل الكره الطويله يعملها مظبوطه رايحه راس الحرب بشكل مباشر في مساحه الوينج. لا، اغلب اللعيبه اللي عندنا لو حد ضغط عليه شتت في اي مكان، تطلع بره تدخل جوه تطلع القمر مش مهم. احنا بنلعب بمبدا الامان يا معلم. الامان فين؟ في التماس او في الركنيه او في اي مكان بعيد عن اللعيبه، ده الامان. بشكل عام نوعيه اللعيبه المدافعين اللي بيعرفوا يلعبوا برجليهم دي حاجه مش موجوده في افريقيا كتير. كل كام سنه تلاقي لاعب ظهر، اللاعب ده تحس مختلف في لمسته للكوره، بيعرف يبني هجمه. زي مثلا في فتره من الفترات كان بدري بنون لاعب الاهلي السابق والرجاء المغربي، طبعا من بعده محمد عبد المنعم، كان افضل لاعب بلا منافس يعمل الحته دي. تقدر تبني عليه اللعب بشكل كويس جدا ويكسر هو الخطوط، يرقص ترقيصه بشكل مفاجئ. اوقات كان بيزودها بس ده ما يمنعش انه كان بيعملها حلو اغلب الوقت، وبيفيدك في اوقات كتير قوي. وخد بالك اي لاعب بيلعب كده بيبقى عنده اخطاء مهما كانت قدرته ومهما كانت امكانياته. النادي الاهلي باختصار محتاج لاعب من النوعيه دي، والكلام ده موجود في مين بقى؟ مؤخرا في الدوري المصري ظهر لاعب عنده نفس الامكانيه دي، واللي هو مصطفى العش، لاعب نادي زد اللي بيلعب في مركز قلب الدفاع وكمان بيلعب كظهير، لكن هو مركزه الاساسي واللي لو تم التعاقد معاه يتم التعاقد معاه على اساسه مركز قلب الدفاع. طبعا لاعب صغير في سن عمره 24 سنه، يعني في حاله التعاقد معاه يقدر يفيد الفريق على مدار سنين كتير جدا. لاعب لما تتفرج عليه هتعرف قد ايه هو فعلا اللاعب القطعه اللي ناقصه النادي الاهلي. ممتاز جدا في كسر الضغط، بيقرا اللعب بشكل كويس قوي. على حسب الاخبار اداره النادي الاهلي شبه حسمت التعاقد معاه بشكل رسمي، وهيتم الاعلان خلال الساعات اللي جايه عن الصفقه. وان كانت هي صفقه صعبه جدا وطلباتنا دي كبيره، وفي احتمال يكون في الصفقه دي على الاقل 2 لعيبه على سبيل الاعاره لنادي زد، لكن ده ما يمنعش ان لو تم التعاقد معاه فعلا هيكون اضافه كبيره جدا للفرقه والمستقبل الفريق. وين حد هيسالني سؤال مهم جدا، طب من وجهه نظرك مصطفى العش افضل ولا محمد عبد المنعم يرجع؟ لان في كلام كتير عن عوده محمد عبد المنعم للفريق علشان نشارك مع الاهلي في كاس العالم للانديه. هقول لك من غير ما افكر كتير، محمد عبد المنعم ده باختصار لاعب انت جربته قبل كده وعارف امكانياته كويس، لا محتاج يندمج مع الفريق ولا محتاج يكسب قناعه المدير الفني ولا محتاج اي حاجه، هو محتاج تحطه في التشكيل هيلعب على طول. لاعب عنده خبرات كبيره جدا، شارك دوليا كتير، لعب في اماكن مختلفه كتير قوي وبطولات مختلفه، فطبعا يديك اضافه كبيره جدا. وانا شخصيا اتمنى محمد عبد المنعم يرجع للاهلي ويكون موجود في تشكيل كاس العالم للانديه، هيفرق كتير. لكن ليه لا ما يكونش عندنا الاثنين؟ وعشان اكلمك بواقعيه اكتر، محمد عبد المنعم بنسبه كبيره مش هيرجع للاهلي حاليا، هو حابب فكره انه يكمل بره، لكن صفقه مصطفى العش هي اللي بنسبه كبيره هتتم. وعلشان كده انا هيكون اول لاعب اضيفه في التشكيل من لعيبه قلب الدفاع، واول صفقه جديده هتتم في يناير. اما لاعب قلب الدفاع الثاني هختار اشرف داري من المتاحين. تعال بقى نروح للاظهره ونبدا من ناحيه اليمين اللي موجود فيها اكيد محمد هاني، خالد عبد الفتاح وعمر كمال، وبيقدر يلعب هنا كمان اكرم توفيق. بنسبه كبيره مركز الظهير الايمن مش هيتم تدعيم فيه لا في الانتقالات الشتويه ولا حتى في الصيف. طبعا لو سالتني تحب مين منهم يكون موجود في التشكيل الاساسي هقول لك اكرم توفيق، لان مهم قوي يكون عندك ظهير من الاثنين قوي دفاعيا. ما ينفعش يكون عندك 2 اظهره طايرين دايما بيعملوا ادوار هجوميه، بالذات لما تكون هتواجه انديه كبيره وتقيله بمعنى الكلمه. لو عندك ظهير بيهاجم لازم الثاني يكون بيتمركز دفاعيا ويعمل عمليه الترحيل، التغطيه العكسيه بتبقى مهمه جدا. النقطه الثانيه ان دايما النادي الاهلي تاريخيا من زمان جدا من سنين كتير دايما الظهير الايسر هو واحد من اهم نقاط قوى الفريق هجوميا. جيلبرتو سيد معوض علي معلول، دايما الظهير اللي على الجبهه اليسرى متقدم، دايما ليه ادوار هجوميه كبيره، في بعض الاوقات بيبقى واحد من نقاط ضعف الفريق برضه دفاعيا، لكن بيصنع معاك الفرق فعلا هجوميا، وبالتالي انت محتاج الظهير الثاني يكون بيدافع اكتر، بالذات لما يكون عندك لاعب من نوعيه اكرم توفيق هو قوي جدا في الدفاع. وهنا الكلام بياخدنا على مركز الظهير الايسر اللي متاح عند كولر 3 لعيبه: علي معلول اللي خلاص رجع من الاصابه واحتمال يتم قيده، كريم الدبيس، ويحيى عطيه الله اللي ظهر في الفتره الاخيره بشكل كويس جدا لكن للاسف اتعرض لاصابه وهيغيب على الاقل لمده 3 شهور. وعلشان كده لجنه التخطيط بالنادي الاهلي استقرت بشكل كامل على ان علي معلول لازم يكمل مع الفريق ويتم قيده في يناير، لكن الجهاز الفني بقياده كولر لسه ما خدش القرار النهائي هل علي معلول يرجع ويتضاف عادل قائمه الفريق ولا لا. ودي واحده من نقاط الخلاف دلوقتي بين لجنه التخطيط وكولر. الاقرب والطبيعي ان علي معلول هيتم قيده في يناير على اساس يكمل على الاقل لنهايه الموسم، ولو مشي من الفريق هيمشي قبل كاس العالم للانديه. انا شخصيا اتمنى انه يستمر. موضوع علي معلول مرتبط بشكل كبير جدا ببقاء المدير الفني او رحيله، كل حاجه ممكن تتغير صدقني في يوم وليله، ومع نهايه الموسم بالتحديد ده وارد جدا على نهايه الموسم تسمع كلام مختلف 180 درجه عن اللي بيتقال حاليا. علي معلول اللي بيتقال ان هو خلاص هيمشي من الفريق تلاقيه لعيب اساسي واهم لاعب في الفريق وهو اللي بيقود الاهلي في كاس العالم للانديه. انا شخصيا بحب علي معلول جدا واتمنى ان ده يحصل، وعلشان كده هضيفه في تشكيل الاهلي بعد يناير. بالنسبه لي علي معلول يلعب على اي حد، في ناس كتير بتتكلم عليه لان عنده مشاكل دفاعيه ودي حاجه طبيعيه بالنسبه لاي ظهير عنده ادوار هجوميه كبيره. هات اي ظهير في العالم تعرفه مهما كان قوي ومهما كان تقيل وفعلا بيعمل اضافه قويه في الهجوم، هتلاقي دايما الناس بتتكلم على انه بيأثر دفاعيا، ما هو طبيعي. في كلمه اخيره لازم اقولها عن كريم الدبيس، اللاعب اللي بيشارك في عدد دقائق قليل جدا واغلب الوقت بيقدم مستوى كويس، مستوى يخليه ياخد بعد كده دقائق اكبر، لكن ده ما بيحصلش عاده. تحس ان كولر مش مقتنع بيه، ده موضوع هنتكلم عنه اكتر قدام شويه. بس الاول تعالى نروح لخط الوسط في النادي الاهلي اللي موجود فيه على الورق عدد كبير جدا من اللعيبه.
احمد نبيل كوكا، اكرم توفيق، امام عاشور وعمرو السولية، كريم ندفد وقفشه وعمر الساعي. 8 اسماء عاده كولر بيستخدم منهم 3. تحس ان الرقم كفايه، لكن في الحقيقه ان في ال8 دول في على الاقل 3 لعيبه خارج الحسابات او مصابين في بعض الاوقات. الساعي واحد من احدث صفقات النادي الاهلي الجديد اللي كولر مش مقتنع بيها بنسبه 100%، جاي بناء على رغبه لجنه التخطيط، وبالتالي كولر مش بيلعبه ولا بيديله فرصه ابدا رغم ان هو لاعب كويس جدا. كريم ندفد اغلب الوقت مصاب، لكن في منهم لعيبه حاجزه مكان بشكل اساسي بنسبه 100%. دول طالما واقفين على رجلهم هيكونوا موجودين في التشكيل الاساسي. في المركز رقم 6 لاعب الارتكاز هو مروان عطيه، وده اللي لازم نضيفه في التشكيل. في المركز رقم 10 او اللاعب الثمانيه الثاني امام عاشور، اللي بيقدم مستوى ممتاز في الفتره الاخيره مع الاهلي، ولما بيكون فايق وبيركز في الملعب بيكون حاجه مختلفه. امام عاشور لو يبطل الجنان بتاعه وافعاله الغريبه قدامه فرصه يكون واحد من اهم اللعيبه في تاريخ الكره المصريه. لاعب تقيل جدا مختلف قادر يصنع الفرق في اي ماتش، بس محتاج يغير دي شويه. بالنسبه للاعب 8 الثاني فعاده كولر بيغير ما بين عدد من اللعيبه، عمرو السولية اوقات، قفشه اوقات، احمد نبيل كوكا على حسب المباراه. واكتر لاعب اكيد بيعتمد عليه هو اكرم توفيق، لانه مش بيفضل يعتمد عليه كظهير. لكن رغم كده اداره الاهلي حسمت التعاقد او الاتفاق مع لاعب جديد قديم، هو حمدي فتحي. اللاعب مش غريب علينا واكيد مش محتاج اتكلم عنه وعن امكانياته وقد ايه ممكن يكون اضافه للفريق وقد ايه هو اوبشن مختلف. هيكون مع الاهلي ان شاء الله في كاس العالم للانديه، وفي احتماليه يكون من بدايه يناير كمان، لان اداره الاهلي بتحاول تخليه ينضم للفريق حاليا. لو ده حصل اكيد هيكون في المركز رقم 8، وانا هضيفه في التشكيل مؤقتا. وان حد هيقول لي استنى بس في كلام كتير على اللعيبه في خط الوسط ممكن الاهلي يتعاقد مع حد منهم. فعلا انا زيك بسمع اخبار كتير، بس عارف كويس ان اداره الاهلي والجهاز الفني بالنادي دلوقتي تفكيرهم كله في خط الهجوم، عايزين ونجات وراس حربه، ودي اكتر المراكز اللي متوقع تدعيمها خط الهجوم. فعلشان كده مش متوقع بنسبه كبيره يحصل تغيير مهم على خط الوسط. تعالى بقى نروح لخط الهجوم ونتكلم عن الونجات. واول حاجه لازم نعملها نبص على المتاحين بالنسبه لكولر او اللي معاه يعني في الموسم الحالي. حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، رضا سليم، وبيرسي تاو اللي نقدر نقول مشي خلاص من الاهلي بشكل رسمي وانتقل الى نادي قطر القطري، فممكن نحذفه عادي من القائمه. لما تيجي تبص على قائمه الاسماء دي هتقول لنفسك حاجه مهمه جدا، هو ازاي الجهاز الفني ولجنه التخطيط والاداره بداوا الموسم بالمجموعه دي من اللعيبه؟ اساسا ما ينفعش تبدا بدول، وده لان في عدد كبير منهم اما طول الوقت مصاب او بعيد عن مستواه. تعال نسميهم واحد واحد مع بعض وهتفهم كلامي اكتر. كريم فؤاد طول الوقت مصاب واصابات كبيره بتخليه يغيب لفترات طويله. هو لاعب كويس جدا وان شاء الله ربنا يشفيه ويرجع احسن من الاول، لكن برضه مصاب، ما تقدرش تقول ان ده الوينج اللي هعتمد عليه من وانت داخل الموسم وانت عارف ده كويس. رضا سليم لعب معاه كام مباراه بشكل كويس وبعد كده مستواه قل بشكل كبير جدا، وبعد كده بعد عن الحسابات، وبعد كده دخل في دوامه اصابات، وده من الموسم اللي فات على فكره، فالطبيعي تبقى قلقان منه جدا وانت داخل موسم جديد. طاهر محمد طاهر من وقت ما انضم للنادي الاهلي وعمره ما لعب كويس، طول الوقت بيأدي بشكل سيء جدا، ولو عمل ماتش حلو يعمل بعده 10 لا، الا في الموسم الحالي بدا بشكل كويس جدا وكان اهم وينج في الفريق في فتره من الفترات لحد ما غاب برده بسبب الاصابه. اللي عايز اقوله هنا مش ان هو كان كويس ولا لا، الطبيعي انك ما تبداش بالموسم، اما ان انت تبيعه او تخليه لاعب احتياطي بزياده قوي. انا عندي عدد كويس من اللعيبه مش عايز مشاكل، خليه هو على الدكه، ابقى معتمد عليه وفجاه يبقى هو رقم واحد، دي غريبه. حسين الشحات افضلهم لكن مستواه مش ثابت، وبيرسي تاو من الموسم اللي فات زي حسين الشحات بالظبط، يمكن اسوأ بكتير كمان. حسين الشحات ادى مباريات اكتر منه بكتير، صحيح هو برده واحد من الحلول المهمه بالنسبه للفريق وما ينفعش ابدا تبيعه وما تجيبش غيره، بس في الاخر مستواه وحش. مش هو ده الوينج اللي يعتمد عليه الاهلي، مش هو ده الوينج اللي الاهلي خلص بيه بطولات، ومش هو ده الوينج اللي الاهلي شارك بيه في كاس العالم للانديه. الاهلي محتاج نوعيه اتقل من كده بكتير. وعلشان كده يا صاحبي في انتقالات يناير طبيعي تحصل تصفيه، عدد كبير من اللعيبه الونجات في الاهلي تمشي ولاعيبه جديده يتم التعاقد معاها، وده اللي بتحاول تعمله الاداره حاليا. وبدات التصفيه برحيل بيرسي تاو. خد بالك كمان كولر مؤخرا بدا يغير طريقه اللعب بسبب مشكله الونجات، مفيش، وده حاجه معذور فيها جدا المدير الفني، على الرغم ان عليه لوم في حاجات تاني كتير. ايه بقى اللوم الكبير اللي على المدير الفني ولجنه التخطيط معاه؟ ان مفيش اتفاق ما بينهم. في حاجه غريبه بتحصل في الاهلي، لجنه التخطيط في النادي الاهلي بتتعاقد مع لعيبه يدوها للمدير الفني العب بدول، هو مش مقتنع بيهم فمش بيلعبهم، وكل ده يجي على حساب السكواد يتدمر. فجاه النادي الاهلي بدل ما عنده في كل مركز 2 و3 لعيبه في لاعب واحد اللي مقتنع بيه كولر والباقي يتركه. فالطبيعي ان لجنه التخطيط تعمل حاجه من الاثنين، اما انا براضي المدير الفني بنسبه 100% عشان يلعب كل اللعيبه والفريق يستفيد من الاسكواد، او اما بجبر المدير الفني انه يلعب باللعيبه اللي انا جبتها. وهنا ما اقصدش الاجبار انك تضغط عليه، لا، انك تقعد معاه وتقنعه باللاعب انا ليه جبت اللاعب ده وليه هو مهم، ولو في النهايه لقيت الاختلاف كبير يبقى لازم المدير الفني يمشي. ده لو ما كنتش انت هتتنازل بقى عن قناعاتك وتجيب له اللي هو عايزه، لكن طول ما انت بتجيب اللي انت عايزه وهو يجيب اللي هو عايزه ويلعب اللي مقتنع بيه واللي انت جايبه يرميه، تستفيد حاجه من اللاعب اللي انت بتجيبه اساسا. وفي عندك لعيبه كتير جدا اهمهم الساعي وغيره من اللعيبه بيتظلموا بسبب ان المدير الفني مش مقتنع بيهم. هم ما جوش بمزاج المدير الفني، هم جوا لان الاداره شايفاهم مستقبل النادي. ليه بقول لك الكلام ده كله؟ لان دلوقتي في اختلاف كبير جدا ما بين الجهاز الفني والاداره او لجنه التخطيط يعني على الصفقات الجديده، مين اللي هيتم التعاقد معاه اساسا. يعني عندك مثلا في مركز الوينج الاداره شايفين ان لازم يتم التعاقد مع تريزيجيه، لاعب الاهلي السابق، اللاعب اللي هيكون حر ومتاح بالمجان في الانتقالات الصيفيه اللي جايه. الاداره شايفين ان ده مستقبل النادي على مدار السنتين 3 اللي جايين، ده الوينج اللي ممكن يصنع الفرق فعلا مع الفريق، وبيتم كمان الاتفاق معاه على اساس انه هيكون موجود وبنسبه كبيره فعلا هيكون موجود
موجود في النادي الاهلي. كولر بقى شايف ان لازم يتم التعاقد مع لعيبه تانيين، لعيبه يكونوا اصغر في السن وبيخدموا افكاره هو اكتر، وعلى حسب الاخبار هو طلب بالاسم التعاقد مع الياس شراف. اللاعب الفرنسي من اصول مغربيه، لاعب نادي سيون السويسري، عمره دلوقتي 24 سنه، هو واحد من اللاعبين المميزين جدا واللي طلبهم كولر بالاسم. انا عايز ده. كولر مصمم على التعاقد معاه، قيمته التسويقيه تقريبا 3 مليون دولار، زائد كمان ان كولر عايز اللاعب ايفرتون دي سيلفا، اللاعب البرازيلي اللي بيجيد اللعب في كل مراكز الهجوم، شايف واحد من الحلول الكويسه جدا بالنسبه له، واداره الاهلي بتسعى برضه للتعاقد معاه. وفي لعيبه تاني برضه طلبها كولر زي مثلا جوناثان اوكيتا لاعب زيروخ السويسري. كمان من الاسماء المطروحه احمد سيد زيزو لاعب الزمالك. لعيبه كتير جدا في خط الهجوم مرتبط اسمهم بالاهلي، ما بين صفقات وهميه، اسماء بس تتقال مش اكتر، لان الرقم المطلوب فيهم كبير جدا ومبالغ فيه، صعب قوي الاهلي يدفعه، وما بين اسماء تانية اقل، لكن في اختلاف ما بين الاداره والجهاز الفني. لو سالتني عن رايي هقول لك انا اتمنى يكون اول اضافه للتشكيل تريزيجيه، لعيب يفرق معاك بنسبه مليون في الميه. اولا هو واحد من ولاد النادي ومش غريب علينا، لاعب نسبه نجاحه مع الاهلي كبيره، وهو وينج فيه كل المواصفات اللي تحلم بيها. اولا هيديك اضافه هجوميه قويه جدا، بيقدر يراوغ وبيقدر يرقص، بيسجل بشكل كويس جدا، بيلعب بدماغه، ودي حاجه مش موجوده كتير في النادي الاهلي حاليا. المسانده الدفاعيه عنده ممتازه، ينفعك في المباريات الكبيره قوي، تقدر تستخدمه باكتر من طريقه. وتخيل كده لو انت عندك تريزيجيه وجنبه او وراه علي معلول، الجبهه بس دي تامنها دفاعيا شويه هتمرجح لك اي فريق في افريقيا. وانا ما عنديش شك ابدا ان تريزيجيه هيشغل اي ظهير معاه، هيطلع منه احسن حاجه ممكنه، لان خلي بالك الوينج بيفرق كتير جدا في الظهير اللي وراه وفي مستواه. على حسب الاخبار بنسبه كبيره تريزيجيه هيكون هو وينج النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، لكن احتماليه التعاقد معاه في يناير صعبه، وده لان اللاعب لعب مع ناديين مختلفين في الموسم الحالي، طرابزونسبور التركي والريان القطري، وبالتالي مش هينفع يلعب مع نادي ثالث في نفس الموسم. اما وينج ناحيه اليمين لحد دلوقتي الدنيا مش باينه مين الاقرب ان الاهلي يتعاقد معاه، هل الياس شراف او ايفرتون اللاعيبه اللي طلبهم كولر، ولا ممكن يكون في حد ثالث او اسم جديد يظهر الفتره اللي جايه، او ممكن الاهلي يكمل بحسين الشحات، ووارد جدا ده يحصل. لكن بما ان احنا بنتكلم عن الصفقات الجديده هنضيف اي حد في التشكيل، وهنا بنروح لاخر مركز وهو مركز راس الحربه اللي متاح عند كولر اتنين. كهربا اللي هو في الاساس اصلا مش مهاجم، بس بيتم الاعتماد عليه اغلب الوقت كمهاجم، وطبعا واحد من اهم لاعيبه الفريق وسام ابو علي. لكن كولر طلب التعاقد مع لاعب جديد لان بنسبه كبيره كهربا هيمشي. والاسماء اللي تم تداولها كتير جدا، اهمهم كان بغداد بونجاح، اللاعب اللي اكيد نعرفه كويس جدا كلنا، جماهير الاهلي كانت عايزه تتعاقد معاه من سنين، من ايام ما كان بغداد بونجاح، بس طبعا موضوع التعاقد معاه كان صعب جدا بسبب المقابل المادي. دلوقتي بقى في فرصه حقيقيه للتعاقد مع اللاعب، ثمنه قل كتير، سنه اتقدم، حاجات كتير اتغيرت تخلي الاهلي يقدر يتعاقد معاه، لكن للاسف جه في الوقت الغير مناسب. وسام ابو علي دلوقتي بيقدم مستوى ممتاز، وايا كان المهاجم اللي هتتعاقد معاه غالبا وسام ابو علي هيلعب عليه، فلو جه هيكون تدعيم للدكه، وبالتالي ما اعتقدش ان هيتم التعاقد معاه. في كمان اسماء تانية اتقالت زي اهيناتشو مهاجم نادي اشبيليه الاسباني، واللي ليه سجل كبير في الدوريات الخمسه الكبرى، اهمهم في الدوري الانجليزي مع ليستر، لاعب طبعا ممتاز جدا، امكانياته عاليه قوي، الاضافه اللي ممكن يضيفها للفريق كبيره جدا، لكن المشكله برضه ان هو بمقابل مادي كبير صعب الاهلي يدفعه، فبنسبه كبيره الموضوع ده في الاخر هيطلع اشاعه مش اكتر. قيمته التسويقيه تقريبا 4 مليون دولار دلوقتي، ولو عايز تتعاقد معاه حتى لو لفتره صغيره هتدفع فيه مبلغ كبير قوي، فصعب الاهلي يتعاقد معاه. وعلشان كده هضيف في التشكيل وسام ابو علي، وهو ده التشكيل متوقع بالنسبه للاهلي ما بين انتقالات يناير والانتقالات الصيفيه لحد الوصول لكاس العالم للانديه. انا عارف ان ممكن يكون بنسبه كبيره مش مرضي بالنسبه لك، بس انا حاولت اكون واقعي على قد ما اقدر، مش مجرد نضيف اسماء في التشكيل وخلاص. لكن هرجع واقول لك تاني، اتمنى ان اداره الاهلي تفاجئني في الانتقالات دي وتعمل موسم انتقالات قوي زي ما حصل مثلا في 2019. فاكر موسم الانتقالات ده كان قوي جدا، اتعاقد فيه الاهلي مع 7 أو 8 لعيبه تقال، كان منهم وقتها رمضان صبحي راجع من الدوري الانجليزي، وحسين الشحات، ومجموعه تاني كبيره من اللعيبه. احنا دلوقتي في امس الحاجه لصفقات جديده، داخلين على بطوله كبيره ومهمه وانجاز تاريخي مهم جدا، وتحقيق البطوله الافريقيه للمره الثالثه على التوالي. هستنى يا صاحبي اشوف رايك في الكومنتات، وتقول لي طبعا مين اللاعب اللي نفسك الاهلي يتعاقد معاه، شايف انه هيكون اضافه قويه للفريق، ومين اللاعب اللي انت مش عايزه وعايز ترميه بره النادي. كمان ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك دايما الحلقات الجديده قبل اي حد. سلام.